السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نتاعنا. اليوم باش نحكيو على برنامج ديرك ملك. برنامج اللي ديما يثير الفضول عند الناس، واللي كل موسم يجيب الضحك والتشويق والجوائز الكبيرة. كما تعرف الناس الكل، في الفترة الأخيرة برشا كلام دار على إمكانيات صدور موسم جديد. فما اللي قالوا التحضيرات بدات، وفما اللي قالوا ما فماش حتى موسم جديد لتو. أما الحقيقة لحد هذه اللحظة ما فماش أي تصريح رسمي، لا من سامي الفهري ولا من قناة الحوار التونسي، لا تأكيد ولا نفي، يعني كل شيء مازال غموض. صدقوني هذه طبيعة البرامج الكبيرة، ساعات حماس وإشاعات يسبق إعلان الرسمي. الناس ديما تحب تعرف موسم جديد باش يبدأ، جواز باش تكون شنية، وأهم شكون اللي باش يشارك. نجم نقولوا اللي ديلك ملك عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، والناس مستنية أي خبر، وحتى تغريدة صغيرة أو إعلان صغير من قناة يولي حديث الساعة، أمثلة وتحفيز الجمهور. تخيلوا معايا الموسم السابق، جوائز كانت كبيرة، وتحديات كانت مثيرة، وكل شخص تابع البرنامج حسب المتعة والتشويق. تو سؤالنا ليكم، انتم تتصوروا موسم جديد باش يكون أقوى، ولا تحسوا برنامج محتواه شوية تغييرات قبل ما يرجع؟ اللي واضح هو انه مهما صارت اشاعات حقيقيه باش تبان، كان كي يخرج تصريح رسمي من سامي الفهري او من قناه الحوار التونسي. في النهايه كنا مستنين الاخبار الرسميه، ونجموا كان نصبروا ونشوفوا شنو باش يصير. اما في التعليق قولوا لنا رايكم، تحبوا موسم جديد يرجع، ولا تشوفوا برنامج محتاج يرتاح شوي؟ ما تنساوش تعملوا لايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، واي اخبار جديد باش يكون موجود في القناة نتاعنا. انتم خليو تفعيل الجرس باش اول ما يهبط حاجة يوصل لكم. طبعا بقالنا كنقول لكم باي باي.